الجماعي سرحان الشاطئ. اليوم رفرف اللواء الأزرق على سماء شاطئ سرحان. هذا اللواء اللي كتعطيه مؤسسة محمد السادس للبيئة بناء على معايير مضبوطة ومعلومة، منها ما هو طبيعي حبانا الله به كجودة المياه والرمال والهواء والشمس كذلك، ومنها ما هو خدماتي كالتنشيط الرياضي والثقافي والبيئي والتحسيسي الذي تقوم به الجماعة، وكذلك النظافة وغير ذلك من الخدمات. هذه الأشياء هي عبارة عن خدمات تسديها الجماعة بشكل اعتيادي، وبناء عليها يعني يتم تنقيط هذه المجهودات من طرف مؤسسة محمد السادس للبيئة التي ترأسها الأميرة الجليلة الحسنى. يتم تنقيط هذا اللواء، وبناء عليه يسلم هذا اللواء. هذا اللواء الذي نعتبره شارة شرف لنا ولجميع الرحالين وللمجلس الجماعي سرحان الشاطئ بقيادة السيد عبد العالي العلوي. وكذلك من بين الخدمات اللي تركز عليها مؤسسة محمد السادس من أجل إعطاء اللواء الأزرق هي الخدمات الأمنية والخدمات محاربة الباعة الجائلين. هذا الشيء كتقوم به السلطة المحلية برئاسة السيد العامل الإقليم وكذلك السيد رئيس الدائرة. يعني قامت بحملات من أجل محاربة الباعة الجائلين، وكذلك الخدمات العشوائية، وكذلك الدرك الملكي. نشكر من هذا المنبر السيد القائد الإقليمي على الخدمات ديالو اللي كيسديها لهذه المنطقة من في الجانب الأمني. نشكر الجميع ونشكر كل من ساهم، كذلك رجال النظافة الذين هم يؤدون خدماتهم على قدم وساق بشكل يومي. شكلوا واحد الطفرة نوعية في مجال النظافة اللي خلات المجلس الجماعي حاصل على هذا اللواء، وهذا عمل كي تعطى بشكل الأول للمجلس الجماعي. المجلس الجماعي اللي كيسهر بجميع مكوناته التقنية والموظفين، وكذلك جميع الموظفين بما فيهم السيد المدير، بأجل المحافظة على هذا اللواء. وسنبقى إن شاء الله نرفعه في كل سنة بناء على الخدمات. والسلام عليكم.